هاد البنت هادي غدير واحد الذنب كبير في الحياه ديالها لدرجه ان الام ديالها والاب ديالها ما سمحوش ليها بصفه نهائيه، وما غتصوروش شنو هو الذنب اللي ارتكبات وخلات والديها ما يسمحوش لها. يلا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كلشي كليكي جادور وما تنساش تابونا الا كنتي جديد. ليتس جو. في يوم من الايام واحد البنت كانت بطبيعه الحال كتموت على واحد الشاب، وداك الشاب كان معاه في واحد غولاسيون ولكن ما كانش كيبغيها. كان معاه في واحد غولاسيون ولكن ما كانش كيبغيها. وراكم عارفين باللي كيجي واحد الفتره اننا كنكونوا غولاسيون مع بعض من البنات والبنات كيكونوا غولاسيون بعض من الشباب، ولكن كتكون في واحد الفتره ديال المراهقه، يعني غير هذيك غير محدوده. اوكي، هذيك المرحله غادي تتجاوز بعد مرور ايام واشهر ممكن اعوام، غادي تتجاوز ديك المرحله. هذاك الشاب واحد النهار غادي يمشي وغادي يتكلم مع ديك البنت، غادي يقول لها ودي راه بغيت نقول لك واحد الهضره والصراحه يعني نتمنى انك تفهمي وتعرفي شنو كاين. غتقول لي شنو اي حاجه، انا قالت لي كتقول لي يعني على قبلك انا اي حاجه مرحبا، قول شنو بغيتي. قال لها بصراحه كنشوف باللي الغولاسيون ديالنا ما نقولش بلي انا ما مرتاحش معاك، ولكن بحال قلتي غير كنضحكوا على بعضياتنا، تقدري تكوني انت مرتاحه ليا ولكن انا بصراحه كنت خديت واحد القرار وهادي بقى كيفهمها كيقولها باللي ما نقدروش نكملوا انا وياك. البنت كتقول ليه راك كتضحك معايا، كيقول لها لا كنهضر معاك بصح. هاد البنت غادا تصدم بواحد الشكل اللي هو كبير لدرجه انها غتبقى تبكي ليه، تما غتجي واحد الهستيريا ديال البكا، هو ما عارف ما يدير، غادي يمشي وغادي يخليها. اوكي حتى لهنا مزيان. غادا تدوز ايام وايام، البنت غتبقى ديما تبكي فيما تتفكر هذاك البلان، يعني فيما كتفكر والا كتبقى تبكي وكتقول لا علاش دار معايا هذا الشيء هذا وخلاني ولفته وخلاني نبغي. نقدر نقول لكم باللي في هذه القضيه عندها فيها الحق، يعني ما كانش خونا يعني ما كانش خاصو انه يخليها تولفو بزاف د الحوايج، ولكن هو ما كانش عارف بلي غادي يلقى بحال هذا المشكل. غادي تدوز واحد الايام وغادي تحاول انها تهضر مع واحد صاحبتها اونتر بارونتيز، غادي نرجعوا لهاد صاحبتها وغادي نقول لكم شنو غادي تقول ليها من بعد. غادي ندوزوها وغادي نختصر واحد شويه. غادي تهضر مع هذا الشاب، غادي تقول لي ما كرهتش ندير معاك اخر لقاء، يعني بغيت نتلاقى انا وياك وها شنو. غادي يقول لها واخا غادي نتلاقى انا وياك، غادي ندير لك خاطرك هذه المره. تقول لي بغينا نتلاقاو في القهوه. غادي يمشيو غادي يتلاقاو بزوج في القهوه. ايفا غادي يتلاقاو في قهوه الخوت، غادي يعني بداو يهضروا عادي وهي كتشوف فيه وهو كيشوف فيها وكيحاول انه يفهمها. انا عارف بلي ما قدرتيش تنساي وغير سمحي لي بنت الناس، والله تا ربي غيجيب لك شي واحد اللي احسن مني وغادي يفهمك. تقول لي ما كاينش مشكل يعني. واحد شويه خونا غادي ينوض، غادي يمشي للطواليت وغادي يخلي البواسون ديالو محطوط تما. هنا ربما انها دارت ليه شي حاجه في البواسون، غادي يكمل الشريب ديالو بشكل اللي هو عادي. اين فوا غادي يرجع في حالته، لاغد ليه خونا غادي يبدا يحس بواحد الوجع اللي صعيب بزاف، وغادي تخربق ليه العقل ديالو، ما غيبقاش يفكر وغادي يضعف وغادي يوقعوا ليه بزاف ديال العلامات. خونا ما كان فاهم والو من داكشي اللي كيوقع ليه، والديه كيشوفوه هو غادي والصحه ديالو كترجع باللور. يعني السيد كان زوين وكان تبارك الله فورما عنده زوينه، ما بقاش كيف ما كان بصفه نهائيه. كل ما كيدوز النهار كل ما كيوقع ليه نفس البلان. حتى لواحد النهار واحد السيده غادا تدوي يعني مع الام ديالو، غتقول لها حاولي انك تدي عند شي راقي، ربما ان الابن ديالك تعرض للتوكال ولا شي حاجه بحال هكا. هذاك الشيء اللي غادي يكون وغادي يديو عند الراقي، والراقي غادي يكتشف بلي بصح عنده توكال، وداك التوكال بدا كياكل كل نهار كياكل حيت ما عاقوش به، كل نهار بدا كياكل منه بشويه. غادي يبقى يتعالج غير بشويه مع داك الراقي، وداك الدري غيفهم باللي البنت دارت ليه شي حاجه في داك النهار اللي كان انسيستي. اوكي، غادي يتصل بالصديقه ديالها اللي قلت لكم اونتر بارونتيز اللي خليناها قويله، غادي يقسم لها بالله، غادي يقول لها دخلنا عليك بوجه الله، ها شنو كاين قولي لي. غتقول ليه بصح ها شنو دارت لك واش دارت لك، ولكن سترني وما تجبدنيش، حيت هي عاودت لها كلشي، قالت لها والله ما نخليها فيه. غيقول لها كوني هانيه. غادي يقولها لوالديه، والديه غادي يمشيو عندها حتى للدار، غادي يمشيو عندهم كاملين وغادي تنوض واحد الروينه باللي البنت ديالهم شنو دارت لولدنا وهادي. والدي البنت اين فوا غادي يسيقوا الخبار غادي يسخطوا عليها وغادي يطلع لهم الدم لدرجه انهم بغاو يطريو عليها للزنقه. البنت ملي وقعوا هاد المشاكل كامله بقات كتفكر في الانتحار، قالت انا خسرت الشخص اللي كنبغي وكنت غادي نعرض ليه الحياه ديالو الموت، والاكبر من هذا الشيء كامل انني خسرت والديا بسبب هذا الشيء هذا. الحاجه الوحيده هي الصديقه ديالها اللي عاودت لكم بدات كتصبرها، ولكن ما عرفاش بلي صاحبتها هي اللي عاودت لذاك خونا. بقات كتصبرها صاحبتها وكتقول لها لا كوني هانيه، وبقى سكنات معاها في الدار. تا دازت الايام، ملي دازت الايام عند الوالدين ديالهم غادي يحاولوا انهم يفهموها شنو وقع، ولكن الوالدين ديالها غادي يرجعوا، حيت حنا كنعرفوا بلي الوالدين ما يقدروش يتخلوا على ولادهم، لكن القلب مع ذلك باقي مجروح من اتجاه. حيت علاش ما كانوش كينووا بلي البنت ديالهم غادي تكون كتمارس دوك الطقوس يعني مع الناس يعني اللي بحال عاديين وكتأذي الاشخاص.
من ديك الساعه الخوت هذيك البنت غتوب الله وغادي تقول يعني استغفرت الله وبعداش من بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء باش الخوت بارطاجيت معكم هذه القصه فقط كتبقى لي العبره. اوكي دونك هذا الشيء اللي كاين، وشكرا لكم على المتابعه، وتهلاو ليا في راسكم، تنتلاقاو في قصه واحده اخرى. باي باي.